السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد على القناة. كنتمنى ان شاء الله يلقاكم في احسن الاحوال، تكونوا بخير وعلى خير، وتكون ان شاء الله اموركم كلها مزيانه. فيديو جديد كنتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم. غادي نحاول وكيف ما وعدتكم البنات في الفيديو اللي فات غنحاول ان شاء الله نبقى ننزل معكم 2 حتى 3 الفيديوهات في الاسبوع. يا ربي ان شاء الله تعطيني الطاقه ونرجع نكون اكتيف وننزل معكم هكا فيديوهات، حيت انا عارفه بزاف ديال البنات المتتبعات ديالي باقين كيشوفوا القناه ديالي وباقين كيبغيو فيديوهاتي وباقين كيجربوا الوصفات ديالي. وكنشكر حتى البنات اللي كيتبعوني بزاف في الانستغرام، شكرا لهم بزاف. على فكره البنات الاسم ديال الانستغرام نفس الاسم ديال القناه، نزهه وورد عالم نزهه. التحقوا بيا تما، كنزل ستوريات تقريبا يوميا، كننزل هكا شي حويجات مع البنات، كنشارك معاهم بزاف ديال الحاجات. التحقوا بيا على الانستغرام. في اطار التحضيرات المسبقه كما قلت لكم البنات، فاش كيكون عندي شي وقيت راه كنوجد تقريبا كلشي الحويجات اللي كنكونوا مشهيينهم واللي كناكلوهم في الدار، وسيرتو لوليداتي كيعجبهم هادشي، كيعجبهم الحريشات الصغار، كيعجبهم المسمان، كيعجبهم بزاف ديال الحوايج. كيف ما شفتوا معايا في الفيديو اللي فات، شاركت معكم لي ميني بيتزا بالعجين السحري، شاركت معكم لي ميني حريشات صغيورين، شاركت معكم القرص. هاد الحويجات كينفعوا الا كانوا موجودين في الدار، كينفعوا غير كتنوضي كتوجدي بهم الفطور، كتعطي منهم مثلا لوليدات كيديوهم للمدرسه. مهم كينفعوا الا كانوا في الدار، سيرتو الام اللي عندها وليدات صغيورين راه كينفعوها. وبحال هكذا انا كيعجبني نوجدهم في الويكاند، كنتجمعوا. راكم عارفين الاسبوع كامل كل واحد كيفطر في وقت، فهكا في النهايه ديال الاسبوع كنتجمعوا على الطبيله ديال الفطور ولا ديال الكاسكروط ولا هذا. كنبغي يكون عندي هاد الحويجات في الدار. بالنسبه للمسمان بحال هكذا والملوي كنديروا بعجينه وحده، كنقسمها على 2، كنخرج منها شويه ديال الرغايف وشويه ديال الملوي. كنسبق لي وشاركت معكم شحال من مره الطريقه ديال تحضير الملوي وديال هكا المسمن في الدار. غادي نحاول نخلي لكم الرابط لتحت في صندوق الوصف. وهاد المقله هذه البنات حتى هي كتعاون بزاف، سيرتو بحال هكذا الا بغيتو توجدوا المسمان، بغيتو ديروا الملوي، بغيتو ديروا حريشات صغار لي بانكيك، صراحه كتعاون وكتختصر حتى الوقت دغيا. بحال مثلا انا كندير فيها تقريبا 4 حتى 5 ديال الرغيف كيطيبوا في خطره وحده، 4 ديال المليويات. المهم على حسب الحجم اللي كديروا كتنفع البنات. وجدت حتى شويه ديال الخبز ديال المحرش، هذا صراحه كنخليه ليا انا ملي كنتشهى خبيز كناكلو. كنديرو بدقيق القمح الكامل بالنخاله ديالو، كندخل فيه غير الدقيق ديال القمح، وكندير فيه شويه ديال العسل مع الملحه وشويه ديال الكمون، وكنعجنو. كنخليه ليا، كندير ليا كل خبيزه في البلاستيك الغذائي، وكنديرهم في الفريزر. فوق ما بغيت خبيز ولا تشهيتو كنجبدو، كيجي زوين البنات بالكمون. كان سبق لي وشاركته معكم في القناه، غادي نخلي لكم الرابط ديالو لتحت في صندوق الوصف. كيجي لذيذ البنات، ما تشبعوش منه، مع زويته بلديه، مع العسل، مع زبيده بلديه. غنخلي لكم الرابط ديالو لتحت، حيت كان سبق لي شحال هادي مشاركه معكم في القناه. خبيز ديال المحرش بالكمون كيجي منسم، يا سلام البنات، ما تشبعوش منه. غادي نخلي لكم الرابط ديالو لتحت في صندوق الوصف. راه كندير فيه حتى البلبوله، كنفزقها وكندخلها حتى هي في العجين. وجدت معايا هذا الفلون وقلت علاش لا ما نشاركوش معكم. هذا الشوكولاط الابيض بحال الشكل ديال الفلون، كيجي لذيذ البنات. كناخذ ديما هاد الماركه هذه شوكولاتو بيانكو، لذيذ في الطعم ديالو. هاد الباكيه كتعطي 4 ديال الزليفات ولا 4 ديال الكويسات. بالنسبه للفلون راكم عارفين ما كنديرش منه كميه كثيره، حيت لو ماكسيموم ديالو في الثلاجه خصو يبقى 3 ايام ويتكال، ما يبقاش اكثر. كندير منه غير كميه قليله حتى كيتكال، وكنعاود نديرو. لا هو لا الرايب، راه كنسبق ليا وشاركته معكم في القناه. الرايب بطريقه منزليه اللي كيجي حتى هو لذيذ بزاف. الا ما نسيتش غادي نحاول نخلي لكم حتى هو الرابط ديالو لتحت في صندوق الوصف، ينفعكم ان شاء الله في رمضان المقبل. ان شاء الله في العواشر. الرايب الفلون، هاد الحويجات كنبغيو نديروهم باش نتسحروا بهم، هكذا كيكونوا خفافين. بالنسبه للدقيق اللي استعملت في المسمن ولا في الملويه البنات، 3 الماركات اللي كنشاركهم معكم ديما، ديال ام دي
ديما كنستعملو، حتى هو كيجيب الرغايف غزالين البنات ومورقين. كنستعمل ديال الايبرتوزانو ما كنخلطش مع الفورس، كنديرو بوحديتو حيت رطب بزاف. وكنستعمل ديال ليدل، حتى هو تقدروا ديروه بوحديه ديال ليدل حيت طاحنينو مزيان. هادو هما ثلاثه الانواع اللي كنستعمل، ديال ليدل ديال ام دي وديال ايبرتوزانو. من بعد ما وجدت المسمن ضروري راكم عارفين كيخلي الريحه، حليت شي شويه حتى دخل الهواء للدار. ودابا غادي ندير شي شويه ديال البخور. بالنسبه لهاد اللعيبه هذه اللي كنشعل بها البخور، كان سبق لي وشاركتها معكم في واحد الفيديو، كانت صيفطتها لي نوال. على فكره نوال كتبيع كاع الحويجات ديال اكسيون، اي حاجه بغيتوها ديال اكسيون، بلاطويات، ديكورات، طابلويات، اللي بغيتو البنات تواصلوا معها. راه سبق لي وخليت لكم الرقم ديالها في شحال من فيديو، تواصلوا معها. راه كدير التوصيل لجميع المدن الايطاليه. هذا كانت صيفطاتو ليا كادو. هاد اللعيبه هذه بحال البريكا، تقدروا تشعلوا بها الفاخر، كما تقدروا تحمروا بها بحال هكا. لا درتوا الكريمه كاتالانا ولا درتوا المورينغ كتحمروا بها من الفوق. صافي هنايا درت شي شويه ديال البخور اللي غيسولني على المبخره منين خديتها من شيئين. الشكل ديالها بحال التليفون، زويونه في الشكل ديالها. المهم البنات، مره كناخذ حويجات من شيئين، من اكسيون. راه شحال من مره كنشارك معكم شحال من حاجه، وسيرتو البنات اللي متبعيني في انستغرام، راه اي حاجه خديتها كنحطها في ستوريات. الله يعفو علينا من البليه. في الفيديو اللي فات شاركت معكم شي حويجات اللي خديت من اكسيون، وهذا الفيديو التتمه ديالهم. كيف ما غادي تشوفوا معايا، ما غاديش نبقى ندير فيديوهات لي طوالين مثلا فيهم 15 دقيقه 20 دقيقه. غادي نبقى ندير لو ماكسيموم 10 11 دقيقه. هذا هو لو ماكسيموم. فيديو هكا يكون قصير خفيف ظريف ويكون متنوع فيه بزاف ديال الحويجات. بالنسبه لهاد الحويجات ديال اكسيون، كنت خديت هاد المعلقات، كانوا داروا ليهم كانوا نقصوا منهم تقريبا شي اورو. كنت خديتهم بشي 8 اورو شي حاجه، زويونين في الذهبي. غير هما البنات راه ما فيهمش بزاف. الباكيه فيها 4 المعالق صغار، 4 كبار، 4 الماس، 4 الفراشط، يعني ل4 الناس. الا بغيتو نتوما اكثر كتاخذوا 2 باكيات ولا 3 على حساب، الا كيجيو عندكم ضياف، الا نتوما عدد الافراد ديال العائله اكثر كتاخذوا 2 باكيات 3. انا حاليا خديت غير 4، راكم عارفين حنا 4 الناس في الدار. خديت هاد البولات هادو، صدقوا زوينين بحالهم بحال الليد اللي شاركت معكم في الفيديو اللي فات. حتى هو كيدير الضو زوين البنات. كما قلت لكم تقدروا ديروه البيوت ديال ولادكم، تقدروا ديروه في الصالون، في بيتكم نتوما ديال النعاس. المهم ديروا فين ما بغيتوا. وهاد البولات لصقاتني عليهم بنتي، هادو زوينين. تقدروا تلصقوهم في المرايه مثلا ديال بيت النعاس، ديال الكوفوس ديالكم ديال المرايه. تقدروا ديروهم لوليداتكم. بحال دابا انا بنتي لصقات عليهم، قالت لي ماما بغيتهم. غادي نديرهم لها في البيت ديالها. راه بالحجره البنات كديروا فيهم تقريبا ما بقيتش عاقله 3 ولا 4 الحجرات، وكيشعلوا بحال هكذا، وفيهم واحد الجليدات تقدروا تلصقوهم حتى في المرايه. زويونين في الشكل ديالهم. كنت خديتهم تقريبا بشي 4 اورو شي حاجه، ما بقيتش عاقله على الثمن ديالهم. خديت هاد الصينيه هذه اللي بالرجل ديالها، ان شاء الله دابا نشاركها معكم في الفيديو اللي الجاي، نوقفها ونوريكم كيفاش الديكور ديالها. هذه البنات راه مشهوره في اكسيون، وراه نقصوا لها الثمن. كانت تقريبا كدير شي 15 اورو، ولاو ديما دايرين لها 9 اورو 90 10 اورو، ما فايتاش 10 اورو. المهم خديت وحيده هكا نديرها في الصالون ولا نديرها في بيت النعاس. بحال هكا تقدروا ديروا فيها حتى البراد والكويسات. المهم راه متعدده الاستعمالات، ولا ديروها في بيت النعاس وديروا فوقها شميعات ولا اللي بغيتو نتوما. المهم راها زويونه وفيها 2 ديال لي موديل. احسن موديل هو هذا، الاخرى ما هذه اللي عاطيه وكتبان تقليديه. وكما قلت لكم راه فين ما تدخلوا الاكسيون تبقاو هادي على هادي على هادي حتى ملي كتوصلوا لاكيس كتصدموا. خديت هذه ديال الغبره، صراحه زوينه نفعاتني. كنحيد بها الغبره من حدا التلفازه، في البيت النعاس، في البيوت ديال ولادي. صدقات زوينه، خديتها غير باورو. وهاد لي سبراي راه مشهورين في اكسيون، كاين فيهم الدوغي
هذا الاورو، وكاين فيهم حتى الارجنتي تقريبا كيديروا شي 2.50 يورو. كتقدروا تاخذوهم وديروا بهم تصبغوا بهم شحال من حاجه، ما كطيرش الصباغه ديالهم. انا راه خديتهم صبغت بهم هاد الفوانيس هادو كيف ما كتشوفوا معايا بالارجنتو، وغادي وباقي فيهم باقيين عامرين، غنصبغ بهم واحد الفاز غنردو حتى هو بالاورو ان شاء الله. دابا نشاركو معكم في الفيديوهات الجايين. كما قلت لكم راه الثمن ديالهم شي 2.50 يورو. بالنسبه لهذه البنات ما خديتهاش من اكسيون، خديتها من واحد المحل ديال الشنا وحده. هاد البلانشه هذه ديال العود ومعها الغطاء ديالها ديال البلاستيك ماشي ديال الزاج. هذه زوينه البنات، تليق الفرomage بحال هكذا. ديروا فيها الانواع ديال الفرomage وتغطيوها وتدخلوها للثلاجه. ملي تبغيو تجبدوها وتحطوها فوق الطبله. زوينه بالغطاء ديالها، تقريبا خديتها بشي 5 اورو. زويون الشكل ديالها كيف ما كتشوفوا معايا بالغطايه ديال البلاستيك. راه كاينين اللي حتى بالغطايه ديال الزاج، ولكن انا صادفت هذه غير بديال البلاستيك. شكلها زويون كيف ما كتشوفوا معايا. صافي البنات، هادو هما الحويجات اللي خديت وقلت علاش لا ما نشاركهمش معاكم. كنتمنى الفيديو ديال هذا النهار يكون نال الاعجاب ديالكم. ما تنساونيش بلي لايك ديالكم، بالتعليقات ديالكم، بالتشجيع ديالكم. غادي حد هنا غادي نحبس معكم الفيديو ديال هذا النهار. السلام عليكم ونهاركم مبروك، حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.